يا سلام الخيرات على احلى واغلى البنات. ازيكم يا حلوين ومع الفسيخ مصدومين؟ اه والله مصدومين. طبعا كلكم بتسألوا ليه. هقول لكم اللي حصل لي، بس الاول كده نسمي الله ونصلي على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا حطي اللايك الحلو بتاعك وتعالي بقى اقول لك على اللي حصل لي كله. الاول كده بقى يا بنات، انا دي مش اول مره اعمل فيها فسيخ، انا على طول بعمله وشاطره فيه جدا. بس ايه اللي جرالي المره دي واتنصب عليا ازاي؟ والله ما اعرف. ايوه يا بنات، انا اتنصب عليا. رحت السوق يا بنات عشان اشتري سمك بوري عشان اعمله فسيخ. لقيت السمكه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، والراجل قال لي ان دي وحلف لي انها بوري، واقول له يا عم شكلها مش بوري، يقول لي بوري بوري. المهم كدبت عيني وصدقته هو. ولما روحت جارتي شافته وقالت لي ده مش بوري، واتأكدت فعلا انه مش بوري. ايوه اتأكدت انه مش بوري بقى من دماغه. طبعا شايفاكي يا اللي بتقولي لي جايه دلوقتي تعرفي ما عرفتيش ليه يا فالحه وانتي بتشتريه. والله عندك حق، بس هقول ايه، الحمد لله. المهم بقى اسكت يعني وما عملوش فسيخ؟ لا ابدا، قلت انا هعمله واشوف النتيجة واللي يحصل يحصل. وبالفعل جهزت نفسي كده وجبت السمك اللي قدامكم زي ما انتم شايفين كده، وابتديت اغسله واعمله. وتعالوا بقى اقول لكم عملته ازاي كده من الاول للاخر. بس لو انت وصلتي معايا لحد هنا بقى، يلا حطي اللايك الحلو بتاعك واعملي متابعة على الكل عشان يوصلك كل جديد من مطبخي يا ست الكل. الاول كده بقى رحت جبت السمك الحلو قوي بتاعنا دون وتحت الحنفيه واديله ادي وغسلته. طبعا هو لسه طالع من البحر بقى ونغشيشه حمرا زي ما انتم شايفين اهون. وكان بقى النغشيش بتاعته فيها طينه من البحر، يعني من الميه والبحر والكلام ده كله. ولازم ننضفه كويس قوي إن ايا كان بقى بوري اي مش بوري بقى، خلاص احنا ايه متفقين ان هو مش بوري يا بنات، خلاص احنا عرفنا خلاص تمام. غسلته اهو زي ما انتم شايفين واتاكدت ان هو نضيف خالص، وبغسله كويس جدا جدا. ان انا عارفه ان الميه كده هتخليه ينتن ولا يطلع ريحه، لا احنا بعد كده هنحطه في حاجه نصفيه من الميه دي خالص كده، وبعد كده مش هيبقى له ريحه وهيبقى حلو جدا. عايزه اقول لكم هو ما طلعش مش بوري اهو، بس لما خللته هعمل لكم فيديو برضو ليه بتخليله وان انا فتحت عليه. عايزه اقول لكم كان روعه، كان حلو جدا يعني بصراحه زي ما انتم شايفين اهون. غسلت واحده واحده اهون زي ما انتم شايفين، وغسلته كويس جدا. لازم تتاكدي انه اتغسل حلو قوي تمام. انا طبعا بعد كده عرفت الطبار من البوري، من دي بيتقال عليها سمكه اسمها حشيشه النيل. وناس تقول انها اسم مبروكه، يعني ناس قالوا لي اسماء كده غريبه شويه، يعني اول مره اسمعها. انا بوريكم اهو زي ما انتم شايفين انها ان انا غسلته كويس جدا. وبجيب كمان مناديل كده وبحط في ايه في الدماغ بتاعته في النغشيش بتاعته كده، عشان ايه بحيث ان انا لما اقلبه الميه هتنزل في المناديل دي، ويا دوبك اشيل المناديل خلاص كده يبقى ما يبقى الميه اتصفت منه خالص. لان الميه لو فضلت فيه هينتن وهيعمل ريحه مش كويسه، فلازم تصفيه كويس جدا، يتصفى كويس جدا من اي ميه فيه، يبقى ناشف كده تمام كده يا حبايبي. انا جبت المناديل اهو زي ما انتم شايفين، وجبت في كل ناحيه حطيت فيها المناديل تمام كده. طب انت بقى عرفتي دلوقتي، انت اكيد بقى يعني اتعلمت ان بتبقى دماغه ما بتبقاش كده، ما بتبقاش الشكل ده. المهم خلونا في بعد كده بقول لكم اتعلمت ايه. المهم جبت بوله كده تمام، ورحت عملت السمكه حطيتها زي ما انتم شايفين كده من دماغ لتحت، عشان بحيث انه ينزل اي ميه في قلب الايه في قلب البوله دي. وكمان حطيت مناديل تستقبل كل الكلام ده كله، وحطيت عليها كيس بحيث ان انا هسيبه ساعتين 3 كده، مفيش طيره ولا هموشه تيجي عليه ولا اي حاجه كده. وهركنه بقى كده ساعتين 3، وبعد الساعتين 3 هنشوف بقى هنعمل ايه. جبت السمكه اهو قعدتها ساعتين 3 كده، بعد ما اتاكدت انها نزلت كل اللي فيها خالص. وبشيل اهو، انا بوريكم بقى ايه، شوفوا اللي طالع منها عامل ازاي. انا اتاكدت خلاص كده اهو، خلاص تمام كده. هنبتدي بقى نعمل الخلطه بتاعتنا: ملح خشن، شطه، كركم. ملح خشن، شطه، كركم، مش اكتر من كده.
تمام كده يا حبايبي، هجمعهم في بعض كده بقى، وتعالوا هنشوف نعمل ايه. جمعتهم في قلب بعض ومزجتهم في قلب بعض جامد قوي كده. احنا طبعا خلاص احنا إيه علشان لما يجي لي ناس في الكومنتات يقولوا لي انت يا فالحه انت بتعملي ايه في اللي ده مش بوري. خلاص احنا اتعرفنا ان هو مش بوري يا بنات. بس انا اتحطيت قدام امر واقع ولازم اعمله فسيخ. امال انا اعمل ايه؟ ما بحبش السمكه دي، هعملها ايه؟ هعملها ايه غير الفسيخ؟ قلت لا هعمله واللي يحصل يحصل واشوف النتيجه بقى، هي خساره ولا اكتر يعني. قلت هروح واعمله وخلاص. المهم جبت هو مجموعتي ورحت عاملاه ايه، رحت حاطه في النغشيش يا بنات. تمام، في النغشيش. وهعمل ايه؟ جبت كل سمكه ورحت حاطه فيها الخلطه الحلوه الجميله اللي قدامكم دي، ورحت حطاها في النغشيش. وايه، واحط يعني امسك راس واحط كتير، فاهميني؟ بحط روح حاطه كتير كده، واروح ايه متكه كده بحيث ان ايه ينزل فيه. تمام كده يا حبايبي. انا حطيت اهون ايه، حطيت في 2 وهمسك الاول احطهم بقى. هجيب ايه كيس الاول كده واروح ايه حطاهم، هحطهم خلف خلاف، راس وديل، راس وديل. في الاول كده هحط حبه إيه من الخلطه بتاعتنا دي في الارضيه كده زي ما انتم شايفين. وحطيت اهو السمكه اهو بالعرض، والتانية هحطها خلف خلاف بقى. انا حطيت الراس كده ايه مش هخليهم يتقابلوا في نقطه، هخليهم ضد بعض كده، عكس عكاس. واروح جايبه ايه الخلطه بتاعتنا دي، ادي كده من تحت وادي كده برضو من فوق. تمام كده، حبه من تحت وحبه من فوق زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تمام كده يا حبايب قلبي. اه انا بحاول ان انا ايه يعني اغطيه بالملح بحيث انه ايه ان الملح يشربه، يتشربه. تمام كده. جبت كده خلاص، انا رحت حطاهم زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى ايه ادمج. انا هحط كل 2 في كيس، كل 2 في كيس. طبعا ده انا هستخدم اكياس كتير قوي 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 يعني. ادي اول كيس. بتعرفوا تعدوا لغايه كام بقى؟ عدوا معايا كده وما ايه وما تستخسروش العد. احنا هنقعد كتير نحط اكياس كتير 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 يعني. هنفضل نحط اكياس ونعمل بستريتش، حط اكياس ونقعد نعمل بستريتش. ادي كده اول كيس، يلا عدوا معايا. ادي كده تاني كيس. خليكوا شطار كده، بتعرفوا تعدوا ولا لا؟ يلا وانت وهي بقى لو استنيتوا معايا العد كده، يلا حطي اللايك الحلو بتاعك واحنا بنعد كده مع بعض. ادي تاني كيس. والتالت كيس هحط خلف خلاف، مش هحطه من نفس الاتجاه، هحطه خلف خلاف بحيث ان انا عايزه افرغه من الهواء تماما. مش عايزه هواء يوصل له خالص، ان لو وصل له هواء هينتن ويطلع ريحه وينزل ميه مش كويسه وهيخسر منك وهيبقى لونه كده مخضر من جوه. تمام. لا انا عايزاه لونه احمر كده وكهرماني كده حلو. تمام كده يا حبايبي. المهم قعدت احط كيس يمين وكيس شمال وخلف خلاف وافضي في هوا زي ما انتم شايفين كده. بتعدوا لغايه كام؟ ادي كده ده كام بقى؟ المصحصح معايا يقول الكيس ده رقم كام، هديله جايزه البرنامج. اللي هيقول لي الكيس ده رقم كام هديله جايزه البرنامج، هديله فسيخه هديه. ادي كده وانا عمالها بقى احط في اكياس في اكياس في اكياس. ده رقم كام مش هقول لكم انا رقم كام، انا هعرف منكم في الكومنتات ده كده رقم كام. جبت بقى ستريتش، قعدت بقى ايه ضمنت كده بقى افضل اعمل بقى في ستريتش بقى والف فيه ستريتش ويمين وشمال وفوق وتحت. خلصت بكره الاستريتش عليه والله خساره فيه. بس يلا والله طلع حلو برضو على فكره، طلع طعمه جميل جدا على فكره. مش كل الفسيخ برضو بيبقى بوري بس يا جماعه، ما في برضو يعني بيبقى فيه سردين وفي ده ما هو بيتعمل برضو مش بوري بس يعني. اصل انا ما كنت ما جربتش ان انا اعمل فسيخ ايا كان الا بوري والسردينه. ما جربتش الحاجات التانية بصراحه. فدي كانت جديده بالنسبه لي. كنت متضايقه شويه. انا كنت متضايقه ان هو نصب عليا، مش متضايقه ان يعني انا لو انا بعلمي وان انا شارياه انا نصب عليا. بس انا كنت جايباه ب 120 جنيه كيلو اللي هو ولا وكنت مفكره نفسي ان انا كده شاطره، انا جبته كده رخيص يعني. يلا يلا الحمد لله. اتاريه هو كان في الوقت ده كان بيتباع ب 145 و 160، فانا لما اجيبه ب 120 ايه ده واو، ده انا شاطره خالص، ده انا مفيش حد زيي. فلا طلع في زيي كتير وانا طلعت يعني اكتر المغفلين. يلا خلينا في المهم بقى، ها، وننسى ان احنا اتنصب علينا ونتكلم في المهم.
المهم يا بنات، شوفوا بقى مين اللي هيقول لي ادي كده رقم كام، الكيس ده رقم كام، رقم كام ده. المهم بعد ما عملت له استرتش جامد كده، رحت حطيت له ايه، كيس تاني وعملته باسترتش. شوفوا انا بوريكم عملته ازاي. بصوا عملته ازاي، غلفته تغليفه ايه، تغليفه تمام تمام التمام يعني. بقول لكم بقى ان انا هعمل التانية كمان. اديني ايه، عملت التانية بنفس الطريقة، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو عملته مع نفسي كده ووريتكم اهو. ورحت حطيته بقى في مكان يكون مش معرض للهواء، مكان مقفول انا ما بفتحوش كتير. يعني شوفي مكان عندك بقى مقفول كده وحطيه فيه. هيقعد مثلا ايه، انا قاعد معايا 10 ايام او 12 يوم، ممكن 15 يوم، يعني ممكن تقعدي 15 يوم. لو في الشتاء هتقعديه 15 20 يوم. لو في الصيف ممكن اسبوع 10 ايام، في الحدود دي كده يعني. تمام كده. وانتظروني بقى في الفيديو الجاي، انا والراجل اللي نصب عليا في المسامح كريم.